اول ما تلاقي نفسك دخلتي في مرحله حزن وغم اعرفي ان في شيطان. من اهم اساليب اغواء الشيطان عشان يخلي الناس يحزنوا هي النجوى. الشيطان بيعد للإنسان كده الحزن والغم والهم. النجوى دي هي معناها المناجاة سرا، يعني كأن مثلا حد بيتكلم مع حد، اتنين بيتكلموا مع بعض والتالت مثلا قاعد، فالنجوى دي بتحصل ما بين الاتنين، التالت بقى تفسيره للي بيحصل هو ده اللي بيحزنه. دلوقتي بقى النجوى على السوشيال ميديا، يعني مثلا لما يكون مثلا حد بينزل حاجه على الفيس فتلاقي الشخص التاني زعلان قوي قوي من الشخص ده، انت اصل انت كنت بتلقح عليا حبيبه قلبي، انا مش قصدي، لا مصمم انه يقصدني عشان يحزنه وخلاص. ودي خطوره الشيطان بيلعب عليها الفتره دي. هو الشيطان بيعمل كده لان انت عندك مشكله جواكي سمعت في الكلام اللي انا نزلته، عشان كده انت زعلتي. فالمشكله مش فيا انا، المشكله جواكي انت، ان انت عندك نقص في حاجه جوه هي اللي خليكي اتاثرتي. زي مثال مثلا انا عامله بوست عن الفقر ولا منزله فيديو عن الفقر، ايه اللي بيحصل؟ فانا بتكلم بتلاقي الناس اللي هم اصلا حاسين بفقر هم اللي زعلوا. انت كان قصدك علينا، والله ما اقصد عليكم، هو الشيطان اللي شغال عليكم عشان تحسوا بالحزن، بدل ما تاخدوا الكلام على انه ليكوا مثلا ان انتوا تستفيدوا بيه مثلا، لا يخليهم يعملوا ايه؟ يزعلوا من الكلام. اول ما تلاقي نفسك حصلت لك حزن جواكي من كلام، اعرفي ان ده اسقاط جواكي ان في مشكله. فخدوا بالكم من حاجه، لما تزعلي وتحزني من مناجاة حد مع حد اعرفي ان انت عندك نقص جوه. المشكله الحقيقيه بقى ايه؟ انه من الكلام ده بيخليك تحزن، بيخليك تفقد الثقه في نفسك. الاخطر انك بتحس ان انت الناس كلها بتتامر عليك. انتوا عارفين ده من اساسيات مرض الفصام، هي نظريه المؤامره، ان الناس كلها ضدي، ان الناس كلها بتضطهدني، ان الناس بدايتها فكره